طبعا إلى موضوعنا آخر، وكما عودناكم مشاهدينا في كل حلقة وفي كل مرة من MBC في أسبوع يوم الجمعة نحاول ناخذ كذا لفة على مناطقنا وعلى هجرنا المترامية في مملكتنا الحبيبة. هذه المرة ضمن لهجات السعودية لهذا الأسبوع حددناها من جنوب السعودية، وبالتحديد أكيد نتعرف على لهجة أهل نجران في تقرير زميلنا عبد الله الشهري. يلا حي حياك الله. كيف انت؟ سلمت. طيب فيك كيف انت؟ سلمت. طيب وماجور الله يعافيك. سلامة سلمة. بهذه المفردات يتبادل أهالي نجران التحية والسلام بينهم، طقوس وعادات اختصوا بها منذ آلاف السنين لتكون ميزة لهم دون غيرهم. تتميز منطقة نجران عن بقية مناطق المملكة في وجود عبارات أثناء اللقاء مثل المساولة، كيف أنت، سلمت، طيب، طافيك، إلى آخره، وهي بين شخصين متقابلين، وكذلك المواجرة أيضا، وهي أيضا من العبارات التي تختص بها منطقة نجران عن بقية مناطق المملكة. ما أن تصل إلى نجران حتى تسمع العديد من الكلمات التي تستخدم في الحياة اليومية والتي يعود الكثير منها إلى اللغة الفصحى. يرتبط اللسان النجراني ارتباطا وثيقا باللغة العربية الفصيحة، أكدت ذلك ما يستخدم حاليا في اللهجة المحلية الدارجة وما يتزامن مع وجوده في معاجم اللغة ومصطلحاتها. عندنا مفردات جميلة جدا، وأنا أتمنى يعني أنها ما تندثر أو ما تضيع، وأن أجيالنا يحافظون عليها أو يتعرفون عليها. الجيل الجديد أحيانا فيه الحقيقة ناس الآن يعني لا يزالون يتكلموا مع أولادهم عارفين اللهجة نفسها. كلمة بايجة عندنا في منطقة نجران تعني دريشة. شكومك يعني ماذا تريد؟ غدوة تعني يوم غد. أبعد يعني افتح. قدح وبمعناه القدر اللي يضع فيه الطعام. رخمة يعني غبي. موج من الطريق أخل الطريق. أقديها تعني أحسنت. نشبه يعني إنسان مزعج. فهي شارد الذهن. خشه يعني وجه. خش. فيس. مجخر متسخ. صح يعني عندها النجران اسكت. اشبح يعني انظر. شبلاك معناته وش فيك. كلمة تغسان يعني يتيم. اختلاء يعني خائف. البرزة هي الحديث بين شخص وشخص آخر بانفراد. غرير معناها طفل صغير يعني. سلام أطيب من الطيب من دون شك ولا ريب، سلام حب وكرامة ماجورين والسلام. هكذا يحافظ أهالي منطقة نجران على العديد من الكلمات والمفردات الأصيلة التي تعد مصدر للفخر والاعتزاز في هذه المنطقة. عبد الله الشهري MBC نجران. والله بطل يا عبد الله. بس الله يعينك، الحين بيقولون ليش اخترتوا نجران في الجنوب؟ لا بالتأكيد حيسوي مناطق كل مرة هناخذ منطقة، لا تشيلون هم.